السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض الدبابيس بتاع الفراخ المشويه، وتنفع بفراخ كامله او اي قطعه من الفراخ موجوده عندك. هنشويها النهارده في الفرن، تقدري تشويها بنفس التتبيله ديت على الفحم، او تشويها في الفرن، او كمان على البوتاجاز من فوق. وهنتكلم كمان على طريقه التسويه السريعه، ولو في مكون من مكونات مش موجوده عندنا نقدر نستبدله بايه. بس لو انتوا لسه جديد في القناه واول مره تشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير الفيديو لو الفيديو عجبكم. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، يلا بينا نبدا على طول. عندنا هنا اول حاجه لازم تكون موجوده عندنا بصلايه مفرومه. تقدري تاخدي الميه بتاعتها بس، وتقدري تحطيها كلها كامله كده لو انت هتحبي تاكليها بعيش وبتحبي الصوص بتاعها. عندي كمان معلقه من دبس الرمان، ومعلقه كبيره من الكاتشب، ومعلقه كبيره من خل التفاح، ومعلقه صغيره من الزعتر، وكمان نص معلقه من البابريكا والكاري والكركم، وعلبة من الزبادي، وليمونة، وكمان ربع معلقة من 7 بهارات، وربع معلقة من الحبهان. هنحط كل المكونات بتاعتنا كلها على بعضها. طيب لو احنا ما عندناش دبس رمان نقدر نستبدله بمعلقة من العسل النحل، او كمان نقدر نستبدله بمعلقه من العسل الاسمر. بعد كده بقى هبدا احط كل التوابل بتاعتي كلها مع بعضها، وكمان لو عندك معلقه من توابل الفراخ الجاهزه بتدي طعم جميل جدا. لو ما عندناش زبادي نقدر نستبدله بمعلقه من اللبن رايب، بيدي نتيجه كويسه جدا. عشان عمليه التسويه بتاعتنا تطلع مظبوطه باذن الله وما يغيبش معانا في الفرن، هنبدا نحط كده السكينه، نعمل لها زي نفتحها كده فتحتين كده بالسكينه من جهه، ومن الجهه التانية هنبدا بس نعمل لها زي فتحه صغننه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان خاطر التتبيله بتاعتنا تخش جوه الفراخ بتاعتنا، وكمان تستوي معانا بسرعه. التتبيله انا عاملاها ديت تكفي 3 فراخ بس. انا بصراحه ما كنتش اقدر اقلل الكميه اكتر من كده، وكمان عندي اولادي بيحبوا الصوص بتاع الفراخ، بيحبوا ياكلوه كده بعيش، فانا سبته وعملت الكميه دي علشان خاطر احنا هناكله بالعيش في الاخر. كده الفراخ بتاعتنا كده متبله وتستوي بنفس الطريقه. عندي بقى بقيه الصوص ده انا هبدا اضيفه، وزي ما قلت لكم التتبيله تكفي لحد 3 فراخ. تقدري انت تشيلي الصوص ده في الفريزر تعمليه بمره تانية، او تقدري تحطيه كده علشان خاطر لو انت اولادك بيحبوا ياكلوه ولا حاجه. هندخلها الفرن على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص، هتبدا تستوي من تحت. ولو لقيناها لسه ما خدتش وش من فوق هنبدا نشغل عليها الشوايه. مش هتاخد اكتر من تلت ساعه باذن الله، وهتكون مستويه وزي الفل. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليها، الدبابيس طالعه لونها جميل جدا، وشكلها كمان حلو، وطعمها احلى بكتير. الصوص بتاعنا ده احنا مش بنرميه، بنعبيه كده في بوله او في طبق، وبنقدمه كده للاولاد بياكلوه بالف هنا وشفا. ودي كانت طريقة الدبابيس بتاعتنا النهاردة. يا رب تكون الحلقة سهلة وبسيطة وعجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير الفيديو لو الفيديو عجبكم.